وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم وجعل العلم نورا يهدي به عباده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى إدارة معهد العيدروس الكرام والأساتذة الأفاضل والزملاء الطلاب الأعزاء والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر إدارة المعهد الكريمة على توفير بيئة تعليمية مثالية، وعلى الجهود الكبيرة التي بذلت لتدويرنا علمياً وتنمية مهاراتنا الأكاديمية. كما أتوجه بالشكر إلى أساتذة الأفاضل على إرشادهم وتعليمهم، فقد كان علمهم لنا طريقاً لفهم ديننا الحنيف وتطبيقه في حياتنا. إلى زملائي الأعزاء، شكراً لكم على تعاونكم ودعمكم المستمر الذي جعل دراساتنا أكثر فائدة ومتعة. جزا الله والدي خير الجزاء على تضحياتهما العظيمة، فبدونهما ما كنت لأصل إلى ما أنا عليه اليوم. أما أمي الغالية فجزاها الله عني خير الجزاء على تضحياتها اللامتناهية وحبها الذي لا يعد ولا يحصى. أسألها الله أن يبارك في عمرها ويجعلها من أهل الجنة. إن الأم هي مصدر الحنان والعطاء، فهي التي حملت وتعبت وسهرت على راحتنا، وقد كرمها الله وأوصانا بها، حيث قالت تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، وهو تأكيد على عظمة مكانتها. الأم هي حجر الزاوية في بناء الأسرة والمجتمع، هي التي تقدم كل ما في وسعها لتنشئة أبنائها وتربيتهم على القيم والمبادئ. لنتمكن من الرد جزء بسيط من فضلها، لكننا يجب أن نسعى لإرضائها، ولن يكون ذلك بالكلام فقط، بل بالأفعال بخدمتها والحرص على راحتها والدعاء لها في حياتها وبعد مماتها. اللهم اغفر لأمهاتنا وارحمهن كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من البارين بهن في حياتهن وبعد وفاتهن، ونسأل الله أن يمد في أعمارهن بالصحة والعافية، وأن يجعلها من أهل الجنة. وفي الخاتمة، تذكروا دائما أن الأم هي باب من أبواب الجنة، مفتوح أمامنا ما دامت حية بيننا، وإن أغلق بالموت فإن الدعاء هو الجسر الموصل إليها، فلا تبخلوا عليها بكلمة طيبة أو دعاء صادق. اللهم اجعلنا من البارين بأمهاتنا وآبائنا، واجعلنا سببا في سعادتهم في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم من رحلت منهن عن دنيانا، وأنر قبورهن ووسع مدخلهن، واجعل الفردوس الأعلى دارهن ومستقرهن.